بتشغليهم؟ لا معاش الا عيل واحد بس شغال في ورشه. وباقي عيالك؟ الباقيين صغيرين. لما يكبروا هتشغليهم؟ لا هوديهم المدرسه ان شاء الله. نعم. ايه اكبر المشاكل اللي بتتعرضي لها؟ اللي بتتعرض لها هنا في الشارع انهم بيقومونا من مكان يقعدونا في مكان تاني، مرضوش بيقعدونا في الشارع. هي دي المشاكل، يعني مش راضيين يسيبونا فيها. ما لقيتيش اي شغلانه تانية؟ لا. طب كلمه توجهها لاي حد؟ طب كلهم يساعدونا على العيشه اللي احنا فيها، مش اكتر. انا بقدر ابدا يعني، مش عايزه حاجه من تاني. سميح ساويرس يطلع يصطاد في الويكند بالمركب بتاعه، الحكومه المصريه بتروح مدياله 30,000 جنيه عشان البنزين اللي هيحرقه في الرحله دي ما يكلفوش كتير كده. تعريف التعذيب قانون عقوبات مصر هو ايه؟ ان انا بعذب المتهم عشان اخد منه اعترافات عليه على نفسه. مش انا يعني لو عذبت مرات المتهم ما هوش تعذيب، لو عذبت اخوه ما هوش تعذيب، لو عذبت امه ما هوش تعذيب، ده طبقا لقانون العقوبات المصري. لما طالبنا بتعديل هذا، اولا في لجنه ال50 لم يتم ايراد هذا التعريف في لجنه ال50. اخيرا الحكومه صحيت يا امن وطلعت قانون التظاهر، فعلوه وبالجزمه. بالجزمه انا بقول اهو وعلى الهوا. ما ده اللي قانون. لا مش ايه ده هات الكابينه من ورا العربيه اللي هتفرقع دلوقتي كده. ايوه وعلى المدرسه على التبنيه التعليميه غرقت. ايوه تصور. خش يا حرام، خش البيوت، خش البيوت اللي غرقانه، خش البيوت الغرقانه ديت كده. ده يوم 2 فبراير. شايفين كمية الجمال والحمير والبغال والبني ادمين البغال برضو اللي راكبينهم. شايفين الكمية ضخمة ازاي، وماشيين في موكب مهول واعداد مهولة. و ده يوم موقعة الجمل. يوم موقعة الجمل. الداخلية بلطجية. الواد بيموت يا كفرة. الداخلية مش وزارة. الداخلية بيد دعارة. الداخلية بيد دعارة. أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أعلنت وقالت أن البنك الدولي أعلن رسميا موافقته على دعم مشروع قناة البحرين التي تربط بين البحر الأحمر من جهة والبحر الميت من جهة أخرى. وقال البنك في تقريره أنه بيأيد البدء فورا في هذا المشروع نظرا لأنه سيحقق الكثير من المميزات، خدوا بالكم بقى، للأردن وإسرائيل. ونقلت الصحيفة عن خبراء البنك الدولي تأكيدهم على إمكانية تحمل الأضرار التي من المتوقع أن يلحقها هذا المشروع بالبيئة، خاصة وأن الكثير من الخبراء البيئيين اعترضوا على هذا المشروع بدعوى أنه سيسبب الكثير من الأضرار البيئية وسيقضي على أشكال الحياة في الكثير من القطاعات بهذه المنطقة. خبر ممكن ما تلاقوهوش في الصحف لأن احنا مشغولين بالحوادث. الخبر ده كارثة ومصيبة على مصر. كارثة ومصيبة على مصر، مش عشان القناة دي بديلة لقناة السويس، لا، ده المخطط الأعظم بعد كده ان هم يعملوا حاجات من دي. لا، لأن البحر الميت يا سادة هو بحر أملاحه عالية جدا جدا جدا، فلما يتفتح منه قناة على البحر الأحمر من الشريط الضيق ده، هذه القناة اللي عايزة الأردن تفتحها علشان يغسل البحر الميت أملاحه اللي عمال يرميها في الأرض هناك، وبقت الأرض مالحة لا توجد فيه حياة على الإطلاق.
فالبحر الميت هيغسل ميته فين؟ في البحر الاحمر. فين في البحر الاحمر حضراتكم؟ في احسن مناطق سياحيه في مصر، في احسن اماكن بتجذب السياحه في العالم لسياحه الغطس. هيعمل الكلام ده ويدمر ابتداء من فوق من عندنا. كل ما انت جاي بقى من طابة وانت ماشي ونويبع، ويدخل بقى على شرم الشيخ ومناطق شرم الشيخ ولف على دهب، كل المناطق دي خلال 3 سنوات ستموت فيها الحياة المرجانية، وستموت فيها الثروات الجاذبة للسياح. ليه؟ لأن إسرائيل قادرة تتحرك، قادرة تقنع البنك الدولي. بقالكم سنة متشحططين على فلوس من البنك الدولي عشان تستلفوا وتسدوا الدين، والبنك الدولي إسرائيل راحت وقدمت الملف وخلصت الملف، واحنا قاعدين بنتكلم عن مزلقان قطر. قاعدين بنتكلم عن مزلقان قطر، وفي بلد هتضيع وهتضرب دخلك وسياحتك والبيئة وتواجدك واكل عيش البدو واكل عيش المستثمرين. بلد بتعمل قناة جديدة، البنك الدولي قال له باشا تحت امرك، اتفضل فلوسك جاهزة، احفر. مصر مش فاضية، مصر مش فاضية تدافع عن نفسها. Hey,